الحدوته بتبدا يا جدع ونشوف ان مدينه عمك ريس بتشتغل في بيع الخمور والمنكر، استغفر الله العظيم، وبيكون ده طبعا من ورا حكومه، وبيكون بقى الناس يا باشا بيخبوا الخمور في كل حاجه تقريبا حتى اللباس. وبعدها بنشوف ان عمك ريس وهو صغير كده وبيكون بيشتغل مع الناس دي في بيع الخمور، وبنشوف بعدها ريس رايح المدرسه مع صاحبه الوحيد اللي اسمه صادق، وبنشوفه بقى في المدرسه وبيكون نظره ضعيف ومش قادر ان هو يشوف كويس واد غلبان يا عيني، ويكون محتاج نضاره، فبيقرر ان هو يروح يسرق النضاره اللي موجوده على تمثال غاندي. ايه يا ابني ليه الغنزره على الصبح دي يا اسطى في ايه؟ المهم بعد لما بيسرقها بيروح لمحل النظارات عشان يركب له عليها عدسات، وبيكون الواد صعبان عليه عشان هو معهوش فلوس صراحه، فبيعملها له محبه كده. وبنشوف فرحان بالنضاره بس بيشوف عربيه بوليس جايه من بعيد كده، فبيروح يا باشا يوقف العربيه ويخلي علي يصفره عشان يحذر العصابات بتاعه الخمور ويعرفوا ان هم يخبوا البضاعه. وبنشوف ان الضابط اخد باله من اللي هو عمله ده ويقوم جاي ملسوعه بالقلم، وبتيجي امه تدافع عنه عايز يقعد من الولا يلا. وبنشوف بعد كده يا باشا قاعد مع عمه بتقعد تقول له كلام انك مش عيب يا ابني تشتغل اي شغلانه، بس المهم انك تكون ما بتاذيش حد يا ابني في ايه بقى. فبيقتنع عمك ريس بكلامها، بيقرر ان هو مش هيشتغل مع الناس بتوع بيع الخمور الفاسده والمغشوشه دول، عيب، انا هروح اشتغل مع واحد بيبيع خمور نظيفه ومستورده، استغفر الله العظيم. المهم بيروح بقى صاحب الشغل الجديد واللي اسمه جراج، وبيقول له بص يا ابو الصحاب انا عايز اشتغل معاك في التهريب. فعمك جراج بيعمل له هو صادق كده اختبار، وبياخدوا كام ازازه خمره في الشنطه وبيعدوا من الظباط عادي جدا لكنهم معهمش اي حاجه. وبيقرر بعدها عمك جراج ان هو يشغله معاه لان هو شاف الواد ده ذكي وشكله كده ايه هيفيد. وبنشوف بعد كده عمك ريس لما كبر وبيكون اغلب الظباط بيخافوا منه اصلا، وبيعملوا له 1000 حساب يا جدع وهو بيديهم رشوه. واللي بيوقف عربيه للتهريب هو بيروح الظابط اللي عمل كده، انت ازاي اصلا توقف عربيه اصلا انا بهرب فيها انت مجنون ولا ايه؟ المهم بعدها بنشوفه قاعد مع صادق صاحبه وهم بياكلوا، وبيكون عمك ريس بيقرر خلاص ان هو يشتغل لنفسه بقى فاهم انت، وبيقول لصادق بقول لك انت تعمل معايا كده برضه غصب عن امك. وبعدها بيروح لعمك جراج بيقول له على الكلام ده، وبيقول له كمان ان هو خلاص هيبدا الشغل الخاص بيه وان هو عايزه يساعده ويديله بضاعه كمان عشان يبيعها وغصب عن امك انت كمان. فعمك جراج بيقول له لا يا حبيبي ما دام تشتغل مع نفسك يبقى اعتمد على نفسك بقى واشتري بضاعه مع نفسك ماليش دعوه، وانت سام معكش فلوس اصلا عشان تشتري. وبيقول له بص انا اللي هقدمه لك هي حاجه واحده بس، وهي فرصه 3 ايام تجيب فلوس تشتري بضاعه، يا اما كده يا اما مش شغالك عندي تاني اساسا، امك في العشه ولا طارق. فعمك ريس بيتغر كده وبيقول لك ايه انا هروح اجيب فلوس من اي حته. وبيكون في العيد الكبير وبيجي في دماغه فكره كده ان هو يبيع هو وصادق معيز في السوق، بس لما بيروح بيلاقي الناس اللي هناك بتقول له يا باشا اشتري لك فرشه تبيع عليها بقى صباح الفل في ايه، وبعد ما وصف الكلمه بيع بعيد عن هنا احنا السودا بتاعنا. هو بيفضلوا بقى فاهم يستفزوه بالكلام ويتريقوا عليه لحد لما بيقوم خناقه كبيره جدا بينهم وريس بيتبهدل صراحه، لحد لما بيجي صاحب المذبح ده كله واللي اسمه موسى، وبيكون خلاص عمك ريس جاب اخره. وبنشوفهم بعد كده ان هم استهدوا بالله يا جدعان كده ايه تعالى نصلي، وبعد الصلاه بيهدوهم وبيديهم اكل فاهم وبيمشيهم من المكان. هو مش بيديهم حق المعيز اللي هم جابوها وبياخدها منهم، يعني كمان ضربوا على قفاهم في المعيز. المهم هم في القطر بيلاحظوا ان في حد بيراقبهم وبيكون الحد ده من رجاله عمك موسى، وبعدها بيروحوا لهم البيت وبيعرضوا عليهم عرض، بص يا باشا انت تاخد الفلوس دي مقابل انك تقتل لنا عم موسى، بس هم طبعا بيرفضوا، وبيطلع ده اساسا اختبار من عمك موسى والمساعد بتاعه هو اللي كان بيعمل كده، وعشان هو رفض اثبت ان هو مخلص وبيديله فلوس. والله جدع عم ريس. وبعدها عمك ريس بيشتري بالفلوس دي بضاعه كتير وبيبدا ان هو يشتغل بقى ايه الشغل بتاعه الخاص. ونروح يا باشا نشوف الظابط اللي اسمه مجمودار واللي بيكون متنكر في لبس عمك مايكل جاكسون، وبيكون في حفله كده وعمال يرقص ويهبل، وبيكون بيقبض على حد شرير هناك، يعني الاشرار كتروا قوي اليومين دول. وبعد كده بيجيبوا سيره ريس في السكه لان هو شاغل دماغه وعايز يقبض عليه، بص انا هموت واجيب الواد ده. وبنشوفه بعدها قاعد بيلعب هو واصحابه بيرمي الكوره جوه بيت كده، وبيدخل يا باشا عشان يجيبها وعشان برضه يشوف حبيبته اللي هي ايه عمتك اسيا، وبيفضلوا يتكلموا سوا وحب ومحن وتلزيق وحاجه قله ادب. وبعدها بنروح لعمك دار اللي هو مجمودار بس احنا نقول دار، وبنشوف ان هو اكتشف ان في ظابط من تحت ايده بيشتغل مع ريس في المستخبي فاهم في الاستخبص كده، فبياخده وبيفضحه فاهم انت وبيهدده بص يا باشا انا هرفدك واسجنك بس لو ساعدتني في القبض على ريس هسيبك في حالك. وبعدها يا باشا بنشوف ان الظابط ده قدر ان هو يظبط شحنه خمور بس بتكون بتاعه عمك جراج. فالمهم عمك دار بياخد الشحنه دي وبيكسرها وبيصور نفسه وهو بيكسرهم كده وبينزلها في الجرايد عشان يوصل رساله ان هو خلوا بالكم احنا عارفينكم هنجيبكم يا اولاد الشمامه. المهم بيروح بعدها وبيقابل عمك ريس وبياخده مع الاسم، وبيفضل برضه يستفزه وبيقول له بص يا ابو الصحاب انا عارف ان في شحنه بتاعتك هتتنقل تاني يوم من على الطريق الفلاني وانا هقبض عليك وحضر نفسك يا ابو الصحاب. ظابط اهبل قوي انت بتفضح نفسك يا اسطى ولا مش فاهم يعني. المهم يعني عمك ريس بعد لما بيسمع الكلام الاهبل ده بيخلي رجالته تاني يوم يوزعوا البضاعه على كذا عربيه تانيه ويمشوا من طرق مختلفه. ما طبيعي يعني ما انت حمار انت رايح تقول له انا هعمل كذا بكره انت حمار يا اسطى. المهم بيكون العربيه اللي رايحه لعمك مجمودار ده حاطط له فيها كوبايه شاي فاهم انت واحلى مسا عليك يا ابو الظباط. وبنروح يا باشا نشوف ان عمك ريس كان بيلعب لعبه طيارات كده وبيجي له عمك جراش بعد الخساره الكبيره اللي هو خسرها اخر مره بيقول له بالله عليك يا ابني ارجع اشتغل معايا والله انا اسف انا عايز صغير. فعمك ريس بيقول له قشطه بس انا اللي هبقى الريس بتاعك يا عمنا. فبيقول له بص انا هديك 3 اسابيع تجيب فلوس مش زيك انت اديتني 3 ايام ابو الصحاب انا اديك 3 اسابيع عشان راجل جدع خد بالك انا راجل جدع. فالراجل طبعا بيتحرج يا عيني وبيمشي اللي هو
ماشي يا ابني. وبنشوف يا عيني ان عمك دار الاهبل بيقفل كل الطرق عشان يقبض على الريس، بس يا ريس بيهرب بضاعته عن طريق البحر اصلا. جينيوس الواد ده جينيوس. وبنروح يا باشا بعدها بنشوف ان عمك جراج اجر واحد كده عشان يقتله برصاصه فاهم بقناصه كده في دماغ امه، بس عمك ريس بياخد باله بيفضل يطرده وبيضربه لحد لما بيموته. وبنشوف يا باشا ان عمك دار قبض على الريس عشان هو قتل القناص، بس عمك موسى بيبعت واحد من رجالته وبيخليه يعترف على نفسه فاهم انت انا اللي قتلته بالصحاب والله مش الواد ريس انا اللي قتلته. هو طبعا بيعمل كده عشان يخرج ريس من السجن عشان هو الجدع. وبعدها يا باشا بيروح عشان يقتل عمك جراج هو ورجالته عشان كان هيبعت له حد تاني يقتله. انت قتلتنيش بتاع تقتلني بحد تاني فمش ناقص امك انا اخلص من امك على طول. وبنشوف يا باشا ان عمك ريس زهق وقرر ان هو يشتغل في هدوء من غير مشاكل. بص انا دماغي وجعاني مش ناقصه، فبيبدا ان هو يدي للظباط والقيادات فلوس وهدايا وشويه خمور فاهم انت ويتصوروا جنبها كانهم قبضوا على الحموله دي اصلا عشان بصوا سيبوني في حالي بقى وانا اشتغل بدماغي وهدوء. وبنشوف يا باشا ان عمك دار لسه مش داخل دماغه الحوار ده وعايز انا بص هقبض على الريس ده غصب عن امه، فبيروح عشان يقبض على اكبر واحد من رجالته. فعمك ريس بيروح لرئيس الوزراء عشان يطلب منه ان هم ينقلوا الاسم بعيد. بقول لك ايه الواد ده خانقني ما تدوه في اي حته يا جدعان. وبيروح بقى عم الحاج الاسم الملفات، بس بيكون هناك عمك دار قدر ان هو يراقب رئيس من غير ما يحس. وفي يوم كده بيسمع مكالمه من المكالمات بتاعته وان رئيس بيهدد واحد كده الراجل ده هيعمل حمله انتخابيه عشان يمنع الخمور. فعمك رئيس هيقول له انت هتخرب بيتي وانا مش هسمع بده وهولع في امك، فبيهدده بيقول له ان هو هيبوظ له الانتخابات بتاعته لو عمل كده وعدى من منطقته. بس الراجل بيصمم وبيقفل في وشه يقول لك ايه انا غصب عن امك وتك تك تك تك. وتاني يوم عمك رئيس بيبوظ له الحمله الانتخابيه بتاعته لما بيعدي من المنطقه بتاعته والدنيا بتولع بقى بتتشقلب وايه شهيصه. وبنشوف يا باشا ان رئيس الوزراء بيقول للرئيس بص يا ابني انا هسجنك كام يوم كده عشان الراي العام ما يتقلبش علينا واطلعك تاني وصافيه لبن حبيبي قشطه. وبنشوف يا باشا ان عمك رئيس عرف من عمك دار ان رئيس الوزراء باعه وهيسيبه في السجن، فبيقرر عمك ريس بقول لك يا بس انا هدخل الانتخابات. وبيساعده في ده طبعا عمتك اسيا اللي هي بقت مراته وصادق اللي هو صاحبه. وبيكون عمك ريس عشان الفلوس والاداء اللي كان بيديها للناس بينجح في الانتخابات بمنتهى السهوله. ونشوف يا عم الحاج عايز يعمل مدينه تانية كده فيها كل ما لذ وطاب للناس بتاعته، بيوت ومساجد ومستشفيات وكل حاجه. وطبعا هو بيكون اصلا واخد الفلوس دي من الناس عشان يعمل لهم كده اصلا واخد فلوس من الناس عشان يعمل لهم كده. وبنشوف ان بعد كده حصل شويه اعمال شغف فالحكومه بتوقف كل حاجه في البلد واولها المشروع بتاعه وطبعا بيبوظ كل حاجه يعني. وبعدها بيكون عمك ريس حزين جدا لان الناس اللي اخد منها الفلوس دي مالهاش ذنب. يعني عامل انا ايه دلوقتي بقى من فلوس الناس دي؟ طيب الفلوس راحت والبضاعه راحت هتعمل ايه طيب؟ بس بعدها بيروح لعمك موسى عشان يساعده في ان هو يرجع الفلوس لاصحابها وبيوصل له بضاعه كده في مدينه وفعلا بياخد منه فلوس وبيرجعها للناس وبيريح ضميره كده. انا مرتاح دلوقتي والله الضمير ريسبكت. بس بيطلع ان البضاعه اللي وصلها دي اصلا كانت متفجرات وفجرت المدينه اللي هو وصلها ليها. يا ستي يا رب شفت جاي كحالها عماها. فعمك ريس بيروح لعمك موسى بيفضل يضرب فيه بيموته هو ورجالته. يلا بقى عشان ونشوف بعد كده ان عمك دار خلاص باعت ظباط عند بيت رئيس عشان يقتلوه. بس عمك رئيس بيطلع ذكي فشخله وهو راجع بيقوم جايب معاه شويه صحافه عشان ما يموتوش قدام مراته وابنه فاهم في منطقته. معلش في الكلمه انتوا هتموتوني ما تموتوش قدام مراتي وابني والمنطقه بتاعتي قلت بعيد عنهم. وبيودع بقى مراته وبيودع صديقه صادق وبيركب مع عمك دار عربيه الترحيلات وبيروح معاه باشا المكان اللي هو هيتعدم فيه. وبيساله عمك دار هو انت ليه ما هربتش يا ابو الصحاب؟ فبيقول له ريس انا لو هربت يا اسطى ما كنتش هتسيب مراتي وابني في حالهم ولا اهلي في حالهم، وانت يا اسطى هتحس بالذنب لو قتلتنا عم دار؟ فبيقول له عم دار لا والله يا باشا انا مش هحس بالذنب خالص انت كده كده مجرم اصلا. فبيقول له خلاص تعال نركن هنا بقى يا باشا وقتلني عشان خلاص انا جبت اخري من الدنيا صراحه. وبينزلوا بيكونوا في المكان اللي عمك ريس عايز يعمل فيه المدينه لاهل منطقته. فبينزل عمك دار وبيمسك المسدس بيقول له لف بقى ريس مع مؤاخذة الكلمه. لا يا باشا انت هتضرب فين يا اسطى؟ لا يا حبيبي ضربني في وشي مش ناقصه هبل على المسا اخد طلقه في مؤخرة اموت بيها. لا ضربني في وشي. فبيضربوا عمك دار كام طلقه كده وبيموت عمك ريس وبيفتكر كل ذكرياته في حياته في مشهد مؤثر ثيقه مع ان هو شرير يعني بس المشهد كان مؤثر برضه بس ثيقه واخد بالك انت. وبس كده يا جدع توته توته لقد انتهت هذه الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير بس تعمل فولو على انستجرام. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكيب ده وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب. وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فهد وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته مصريه وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان اتعبتك معايا وبس كده يا جدع. السلام عليكم.